السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده هنشتغل ازاي ان احنا نكتب رأس الجداول بالعربي لكن بيتعامل معاه بالانجليزي داخل الفي بي اي الفيجوال بيزك. احنا بنسمي مثلا كود تكست، نوع تكست كود الصنف مثلا، وهنا اسم الصنف النيم، مثلا كود الصنف واسم الصنف و الكمية نمبر كيو. تمام. وهنا كرنسي السعر هنرمزه بالاس. وهنا الإجمالي دوت هيكون هيتعمل على حاصل جمع ما بين أو ضرب ما بين الكمية والسعر. احنا دلوقتي عايزين نسمي المسميات ده باللغة العربية، بس هتعامل معاه باللغة الإنجليزية داخل الفي بي بي الفيجوال بيزك. هنسيف الجدول تيبل 1 وهنيجي هنا على الديزاين فيو وهنيجي هنا عند الكود وهنا هنسميه بمسمى العربي الكود الصنف. وهنا اسم الصنف، وهنا الكمية، وهنا السعر. زي ما انتم شايفين كده هنعمل عملية تعديل. طبعا الكود الصنف بيبقى دايما محاذاة ناحية اليمين علشان ده لغة عربية، واسم الصنف يبقى تاني خانة بعد الكود على طول، الكمية، وهنا السعر. طبعا هنكتب بعض البيانات مثلا مروحة، خلاط، تلفزيون، تمام، لابتوب، ومثلا كرسي، موبايل. هنا الكمية الموجودات دي الموجودات، تمام. وهنا السعر بتاعها أي سعر دلوقتي. هنخلي المعاملة دولية بلاش معاملة محلية عشان خاطر يبقى مناسب لجميع الفئات. يعني هنحاول نخلي السعر متقارب من سعر السوق. يعني أنا مثلا 44,000، لا مش الدرجة دي، نخليها 16,000. لابتوب مثلا نخليه ب11,000. كرسي ماشي، يعني ممكن نخليه 172. موبايل ب7,000 ماشي. هي دي أسعار متقاربة شوية في أسعار السوق. ونحفظ. عايزين نعمل تعديل برضو. نعمل تعديل ازاي؟ هنا عند الخاصة بالتيبل، تمام. بنيجي هنا هنحفظ الجدول. احنا هنا عايزين نضرب حاصل جمع، ضرب ما بين الكمية وما بين الكمية والسعر. هنعمل هنا عملية استعلام، وهننزل عملية الاستعلام، وهننزل الجدول مرة أخرى دبل كليك ننزل بالإجمالي. ننزل هنا عملية الإجمالي. كده الكويري أو الاستعلام الأول جاهز إن احنا هنعمل عملية الضرب ما بين الكمية والسعر. هل هنكتب بالمسميات اللي هو الكمية والسعر؟ هنشوف. هنيجي هنا على ديزاين ونيجي من الخانة اللي هيتم فيها حاصل الجمع. هنا بقى نقدر نعمل كيو في اس، كيو في اس.
كده عمل لنا الايه الاجمالي القيمه. الاجمالي القيمه. طب انا استفدت ايه من الكلام ده كله؟ استفدت ان انا ما كتبتش عربي في الجزء ده، علشان خاطر نقطة مهمة أوي أوي أوي، هي ما فيش غيرها، هي نقطة واحدة ما فيهاش غيرها. لو واحد أجنبي اشترى منك البرنامج اللي أنت مصممه، وهو البرنامج اللي عنده مايكروسوفت أوفيس، مش متعرف بيه اللغة العربية خالص، كده البرنامج مش هيفتح عنده نهائيا. لازم يكون يعرب النسخة اللي عنده. طبعا انت مش هتعرف تتعامل معاه لان هو اجنبي وانت مصري او عربي، فهو ده الافضل حل، اللي هو ايه، بتعتمد على جميع حاجة في الاكواد بايه، باللغة الانجليزية. حتى نعرض دلوقتي هنا، هنحول الجزء دوت، هنستخدم بقى الفيجوال بيزك ونشوف هيدينا التقرير ولا لأ. هنستخدم تكست بوكس جديدة، وهنعمل هنا زر كوماند، ونقول له ان التكست بوكس دي اللي هي التكست 17 بتساوي، عند الضغط عليها، مي دوت تكست 17 بتساوي كيو مي دوت كيو مضروبة في مي دوت اس. تعالوا نشوف الكلام ده. يبقى احنا كده عملناها عن طريق الكويري الاستعلام، وهنعمل ان شاء الله على ادي كده 2 في الرقم ده هيدينا المبلغ ده. لو عملنا مثلا السجل الاخر نفس الكلام، حاصل ضرب. واصبح اللي احنا نجحنا ان احنا نشتغل بالفيجوال بيزك بغير المسميات بالعربي، اللي احنا ما كتبناش المسميات العربي، كتبنا المسميات الانجليزي، وفي نفس الوقت استخدمناها في الاستعلام. اصبح كده الاستعلام والفيجوال بيزك ما كتبناش كلمه عربي، وشرحه نفس الكلام هيكون في ايه اللي اسمها ايه دي، الوحده النمطيه. طبعا الوحده النمطيه زيها زي الايه، زي الماكرو، زي الفيجوال بيزك، نفس الكلام هيظهر معاك الكيو والاس، اللي هو المسميات التانية اللي احنا عملناها. احنا نرجع تاني ونقول المسميات اللي احنا عملناها مجرد ما نضغط عليها، تمام، بنكتب المسميات الأصلية إنجليزي، الأصلية إنجليزي، وهنا المسميات اللي هي الظاهرية من حتة الكابتشن. طب هتقول لي طب دلوقتي الكابتشن دي هتظهر عند الراجل الأجنبي باللغة العربية؟ هيظهر باللغة العربية، مفيش أي مشكلة. إنما هو الحتة الأساسية اللي هو الفيجوال بيزك، هي دي المشكلة، اللي هو بيعمل عملية حسابية، بيعمل عملية حسابية. تمام. ده بالنسبة لتغيير المسميات أو تغيير اللغة ما بين عربي وإنجليزي. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.